الفكاهة في حياة الشخصية المصرية عبرت عن كل التحولات دي ازاي، او هل تراجعت في وسط الزحمة هو الاقتصادية؟ احنا شعب فكه وساخر فعلا، مش دي ملاحظه انا رصدتها. معظم الباحثين في الشخصيه المصريه قالوها، حتى هيرودوت لما جه مصر وزار مصر قال الشعب ده كانه خلا من كل مشاكله، ما عندوش، كانه ما عندوش حاجه خالص. في باحثين رصدوا ان احنا بنجد عند الهزل ونهزل عند الجد، ما عندناش تفريق قوي. كأن خلاص الشعب المصري ده فرغ من الحساب، ما عليهوش حساب. فكان دي سمة أساسية في الشخصية المصرية. طبعا احنا دي زادت عندنا، بقينا فعلا بنجد عند الهزل ونهزل. يعني بيقولوا شعب ابن نكتة، الكلام ده صح فعلا؟ كنا شعب ابن النكتة. لما كانت النكتة كان سهل ان انا قبلك اقول لك سمعتي اخر نكتة. ففي ناس سألوني السؤال يشبه لكده، بيقول لك طب احنا ليه بطلنا النكت؟ بس ما بطلناش. انت لما تفتحي السوشيال ميديا وتشوفي مش حتى البوستات اللي الناس بتعملها، شفت اخر بوست، ما بقولكيش شوف سمعتي اخر نكته، بس بقولك شفتي البوست الفلاني. ساعات البوست فكك جدا وساخر جدا ودال، وبعدين لما تقري كمان التعليقات عليه تلاقي يعني ناس بيعلوا على بعض زي القافيه. فاكره زمان كان في حاجه اسمها قافيه، اشمعنى يقول له كذا، اشمعنى يرد عليه. السوشيال ميديا حلت محل فكره اطلاق النكات بالبوستات وبالتعليقات اللي الناس بيعملوها. لكن السخريه في حياه المصريين، القعدة على القهوة ودايما التجمعات اللي بتبقى في آخر اليوم، بيحسوا ان هي دي المكافأة اليومية اللي بيدوها لنفسهم. زمان كانت الراجل هو اللي بيعتبر روحه بيدي لنفسه مكافأة، يروح يقعد على القهوة. القهوة بمعنى البلدي، القهوة بلد، يعني المقهى البلدي. ودي كان ليها جمهور وفيها ناس يتبادلوا النكات ويتبادلوا القافيه، وكان فيها استمتاع. دلوقتي في اطار الفرنجه ما بقاش حتى تقولي قهوه دي، يعني بنروح نقعد على كافيه. فهو المسمى اتغير، لكن كمان الممارسات اللي على المقهى اختلفت. زمان كانوا بيتجمعوا حوالين مثلا دردشات ولعب نرد وطاوله وكوتشين، وكانوا بيتبادلوا الحديث والنكات وما الى ذلك. دلوقتي كل همهم الحاجات اللي بيشربوها والاستعراض فيها والمسميات الغريبة الشأن اللي بتطلق عليها، وهم معتبرين ان ده شكل من اشكال التقدم. بينما الحميمية الحقيقية تلاقيها على القهوة البلدي، مش ما تلاقيهاش في الكافيه دي خالص، ولا الكوفي شوب والحاجات اللي بيقولوها دي. لا، يعني هم بيعتبروا ان هي دي مكافأة نهاية اليوم. لا والله، هو انت المقاهي عامره ليل نهار يعني. والشعب المصري عشان كده بقول لك، اللي جم شافوا الشعب المصري من المؤرخين القدماء شافوا انه الشعب ده امال بيشتغل امتى؟ دول قاعدين على القهوه طول النهار مثلا، الرجال بالذات لما كانوا القهوه قاصره على جلسه الرجال. لكن دلوقتي لا طبعا. اكبر دليل على ان انفتاح الفضائي ده افسدنا. زمان كنت تشوفي واحده ست حاطه شيشه فوقها، كنت تسمعي عن الشيشه دي واحده ست بتشرب شيشه، يعني دي معلمه في السوق في المذبح حاجه كده، مفيش هانم. دلوقتي امشي اتفرجي على الكافيهات هتلاقي ستات كتير حاطين. حد سأل نفسه جات لنا منين؟ جات لنا من الفضائيات اللبنانيه، ان هم في لبنان عندهم عادي بالظبط. لكن احنا بالنسبه لنا مش عادي خالص ان واحده ست تبقى قاعده تشرب شيشه على قهوه. تشبه بالرجال، ما هو دي برضو في تبادل الادوار كمان. اباح لي كده، يعني ما كانش زمان راجل يسمح لمراته تقعد على قهوه، بقى يسمح كمان انها تشرب شيشه على قهوه. فاحنا اتغيرنا خالص. طيب، في عندنا قيمة اسمها أو تحول، يعني اللي هو التصميم أو عدم التراجع. حضرتك ذكرتيه في كتابك هنا، اللي هو يبقى على الله السلامة، الاتكال. الشعب المصري طول عمره متواكل، يعني مش هقول يعني في الاتكال على الله قيمة قيمة، يعني بيسلم أموره لله. بيسلم أموره لله. فطبعا ما زال الشعب المصري عنده قدر من التواكل، بس مش الاتكال على الله، التواكل. حتى في التعبيرات الشبابية بيقولوها، لو اني ما بحبش اكررها عشان ما تثبتش، لان دي لو ثبتت هتبقى صارت مثلا الاجيال القادمه هتكرر. فبيقول لك عك وربك يفك، خلصه.
سقع وبيع، شويه تعبيرات كده فيما معناه ما فيهاش بقى لا اتكال، هي فيها استبياع اكتر منها انه اتكال على الله، ما فيهاش مسؤوليه، ما فيهاش احساس بالمسؤوليه. يعني هي زي ما تيجي، يعني احنا صحيح زمان كنا احيانا نقول مطرح ما ترسي دق لها، بس في الحياه يعني مطرح ما ربنا يخلي المرسى نرسي ورا. لكن لا، بالمعنى دلوقتي بقى جد مختلف يعني. طيب بيقولوا نفذ السهم. يعني الكلمه دي برضو كان لها يعني وقع زمان، احنا دلوقتي ما بنسمعهاش، ما حدش بيقولها، بس اكيد ليها مرادف برضو في اللهجه في المفردات المستحدثه. اصل كمان المفردات المستحدثه دي ما جاتش بين يوم وليله. يعني احنا في جيلي زمان في الستينات كنا بنطلع كلمات، بس كان كلها برضو تبص لها تلاقيها لها قيمه او ماخوذه عن الاوضاع. هو دايما الاقوال الشعبيه والاستعارات والتشبيهات دي بتبقى من واقع ما تعانيه. فكنا مثلا نقول ايه، والدور الشمس ماشي مع الريجة، حطيني في الصورة، يعني عرفني الحدث، خدني على جناحك، في حاجات من هذا القبيل. دلوقتي انا لاحظت انه معظم الكلام الشباب بيعاني منه قوي، المحسوبية والواسطة والنهب المال العام والفساد والإدمان وحاجات من كده. حتى كمان تشبيهاتهم، يعني زمان نقول على الست الحلوة زي القمر، دلوقتي يقول لك في الجون. ليه في الجون؟ يعني ايه علاقة ده؟ فهو يعني حاجة هي يعني قيسي بقى على ذلك. كل المشتقات بتبقى جاية من واقع الظروف الاجتماعية اللي حاصلة.